ازاي تقدر تستخدم الاستشوار في مكافحة حشرة باقي الفراش؟ من ضمن الحلول المنزلية اللي نقدر نستخدمها علشان خاطر نتخلص من حشرة باقي الفراش جوه البيت في المراحل الأولى هو جهاز الاستشوار. فكرة جهاز الاستشوار اننا بنعرض الحشرة لدرجة حرارة عالية بحيث ان باقي الفراش ما يقدرش يستحملها فيموت، والحرارة العالية دي كمان بتقدر انها تقتل البيض. جهاز الاستشوار فيه ميزة وفيه عيب. من ضمن مميزاته ان هو بيديني حرارة سخنة اقدر استخدمها لقتل حشرة باقي الفراش، بس من ضمن عيوبه ان هو ممكن يحرق معايا بعض المفروشات، علشان كده هو مفيد جدا في بعض الاماكن الخشبية اللي تقدر تستحمل درجة حرارة عالية. طيب هعمل ده ازاي؟ هجيب جهاز الاستشوار، اقلل ضغط الهواء بتاعه او هقلل الهواء بتاعه وهزود الحرارة اللي خارجة منه بحيث ان هو يديني هواء سخن بس ما يدينيش دفعه هواء عاليه تقدر انها تطير الحشره بدون ما تتعرض للحراره. وهبدا بشكل تدريجي اعرض كل الاماكن الخشبيه اللي موجوده عندي لحراره الاستشوار، زي الملل، الزوايا، الاركان، ورا الصور، اكباس الكهرباء، زوايا الحوائط، السراير. وبكده اقدر اكون قللت الكثافات العدديه اللي موجوده عندي من حشره باقي الفراش باستخدام جهاز منزلي زي الاستشوار. ما تنساش تسال على عرض شركه هيرو مكافحه حشرات.